طويل قصرا للمجرم يذكر الزمن قد مجد رب الكون وسبحه والمجد له كفن. بداية الآلام. ما زال الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعليه من الله السلام لا يعرف ما القصة. عزم على أن يمضي إلى الكوفة، إلى حيث الوعد الذي وعده أهل الكوفة. هنا تأتي المحبة الصادقة من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، حينما وقفوا يرجونه مجتهدين ودموعهم بلت لحاهم يطلبون من الحسين أن يقف لا يذهب لأهل الكوفة. جاء إليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له أبو سعيد: يا أبا عبد الله، إني لكم ناصح وعليكم مشفق، وقد بلغني أنك كاتبت قوما من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج، فإني سمعت أباك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه من الله السلام، فإني سمعت أباك يقول: والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني، وما بلوت منهم وفاء، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، وما لهم ثبات على أمر ولا عزم على شيء ولا صبر على سيف. لا تذهب يا حسين، لا تذهب يا أبا عبد الله. ويأتي إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وينادي الحسين يقول له: يا أبا عبد الله، لا تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، وإنك بضعة منه ولن تعطاها، يعني لن تعطى الدنيا. ولكن الحسين كان مصرا، حتى قال ابن عمر وهو يبكي ويضم إليه الحسين يقول: غلبنا حسين على نفسه. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال: يا حسين، إني كاره لوجهتك هذه، أتخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم سخطة منهم وملة لهم، أذكرك الله أن تغرر بنفسك. وقف الأصحاب لثنيك قد بكت العينان وقد وهنوا، هم صحب رسول الله وهم خير الأصحاب بهم نزنوا، عرفوا قدرا للآل فهم أهل للصدق إذا ضمنوا، وقفوا يرجونك مجتهدين وأدمعهم فيها رهنوا، فأبيت لأجل الوعد فما أعظمه قلبا لا يهن. وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى الحسين يناشده الله ألا يخرج، فأبى إلا الخروج. وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه عن خروج الحسين، انتبه عن خروج الحسين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عليه من الله السلام: إني أرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه، ولست أدع النصيحة في كل ما يجمع الله به القلوب. ودخل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عليه من الله السلام على الحسين فكلمه ليلا طويلا، كل الليل يكلمه ويناشده الله سبحانه وتعالى. قال: الآن أنت منصور ومؤيد ومعك من ينصرك، تذهب إلى قوم هناك، أنت تذهب إلى قوم قد يخونونك، طب اصبر قليل، اصبر حتى يأتي الناس. كان ذلك اليوم هو اليوم 10 من ذي الحجة. اصبر
حتى يرجع الناس تنظر وش الأخبار، وش اللي حصل لمسلم العقيل، ما الذي حدث. لكن الحسين رضي الله تعالى عنه عليه من الله السلام ما زال مصرا، حتى أخذ يمازح ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول أنت كبر بك السن. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عليه من الله السلام: والله لولا أن يزرى بي، يعني يضحك الناس علي، لامسكت بشعرك وما أطلقتك وما تركتك تذهب إلى الكوفة. فقد كان مصرا. قال: والله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه إني لا أظنك ستقتل غدا كما قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بين أهله، فأنت يا حسين ستقتل بين أهلك، إني لا أظنك. يوقن ابن عباس رضي الله عنه أنه سيقتل ويعلم بخيانة أهل الكوفة. وخرجت على وعد هرم ما أطيب قلبك يا فطن، وعدتك الكوفة منتصرا ستجيء وتلقانا الفنن، ستجيء وتلقانا الفنن. خرج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعليه من الله السلام، خرج من مكة إلى الكوفة، ما زال على الوعد، لا يعلم بمقتل مسلم العقيل، لا يعلم بخيانة أهل الكوفة. خرج رضي الله تعالى عنه وعليه من الله السلام صاحب القلب الطيب، ومعه ثلة طيبة طاهرة من إخوانه وأبناء إخوانه وبعض نسائهم وأناس من الشرفاء معهم. وكان الحسين رضي الله تعالى عنه عليه من الله السلام يمشي في طريقه وتأتيه النذر تحذره من أهل الكوفة، منهم الفرزدق، وبقي على شأنه وعلى مضيه حتى لم يبق بينه وبين القادسية في العراق إلا 3 أميال. وعلم بعد ذلك بمقتل مسلم بن عقيل. شاور من معه: ما رأيكم، نمضي ولا نرجع؟ فكثير منهم أشار عليه بأن يرجع، ولكن بقي أكثرهم معه. قال الحسين: الذي يريد أن ينصرف ينصرف. انصرف قليل منهم وبقي معه من بقي، وأشاروا عليه بالرجوع. لكن أبناء عقيل بن أبي طالب وأخوة مسلم العقيل وأبناؤه قالوا: لا نرجع حتى نرى مسلم العقيل وحتى أو نذوق الذي ذاق. حينئذ مضى الحسين فلقيه الحر بن يزيد معه 1000 يريدون الحسين. فلما لقيه الحر لقي الحسين، قيل أنه كان صار مع الحسين بعد ذلك، الله أعلم. المهم أنه حذر الحسين وأخبره بالخبر، وأخبره بمقتل مسلم العقيل، أكد له الخبر، وأخبره بخيانة أهل الكوفة، وقال: إني أمرت أن أتابعك، وأخذ معه وقال: انحرف عن الطريق الذي أنت عليه. إذا بعمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد بن أبي وقاص. أما عمر فيعامله الله عز وجل بما يستحقه. لقيه عمر بن سعد بن وقاص معه 4000 يريدون الحسين. سقط في يد الحسين لما رأى هذا العدد الكبير، قال: يا عمر، أنا معي عذر، هذه كتب أهل الكوفة معي يريدون البيعة لي والمناصرة لي. فعمر بن سعد قال: ليس معك أحد من أهل الكوفة. قال: إذن الحسين قال: أنا أريدك أن تختار إحدى 3. قال الحسين رضي الله تعالى عنه وعليه من الله السلام: إما أن أرجع إلى المدينة من حيث أتيت، أو إلى مكة من حيث أتيت أرجع، أو أن تجعلني على ثغر من ثغور المسلمين أجاهد في سبيل الله، اتركني أذهب للجهاد في سبيل الله، ثغر من ثغور المسلمين أجاهد الكفار، أو أذهب إلى يزيد ابن عمه يزيد يعتبر، أو أذهب إلى يزيد ابن أبي سفيان. عمر بن سعد قبل بذلك، وأرسل من يذهب بهذه الرسالة إلى عبيد الله بن زياد الهالك المجرم، وكان عنده رجل يقال له ابن ذي الجوشن. فلما عرض هذا الأمر على عبيد الله بن زياد، خيارات بسيطة سهلة، لكن أعوذ بالله تجبر وتكبر هذا الهالك المجرم الخبيث،
وزيادة من ذلك أيضا كلام ابن ذي الجوشن لعبيد الله بن زياد، قال لا حتى ينزل على أمرك، حتى يأتي إليك أنت. ليش يذهب إلى يزيد ابن معاوية؟ ويشاء الله سبحانه وتعالى ويقدر الله عز وجل أن يحدث ذلك الحدث العظيم، فتأتي الرسل ويخبرون الحسين بأنه لا بد أن ينزل إلى عبيد الله بن زياد، بأن ينزل إلى عبيد الله بن زياد، ولا يمكن للحسين أن يتنازل ويذل نفسه لهذا الرجل الخبيث الهالك. حينئذ ليس أمامهم إلا القتال في أرض كربلاء، في الطف، كان يقال لها الطف، وقد قال الحسين هنا كرب وبلاء فسميت كربلاء. اجتمع عليه الجيوش، لم يكن مع الحسين إلا قرابة 150 واحد يقاتلون هذا الجيش، 4000 أقبلوا على الحسين يريدون قتاله، فأرادوا أن يقاتلون قتال المسلمين ويدافعوا عن الحسين بما يستطيعون، فأخذوا يموتون الواحد تلو الآخر حتى قتل منهم 70، وهم يذودون دون الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عليه من الله السلام. وكان كل واحد يأتي إلى الحسين فينصرف عن الحسين ولا يريد مقتله، لا يريد أن يبوء بدم الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه من الله السلام. فجاء ذلك الخبيث المجرم ابن الجوشن وألقى عليه رمحه حتى سقط، فجاء الناس وهذا الجيش كله وسقط على الحسين بن علي وحزوا رأسه وقتلوه رضي الله تعالى عنه وعليه من الله السلام. في تصرف دنيء قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطهر رجل مشى على الأرض في ذلك الوقت، في ذلك الزمان، في وقت يزيد. حلت أقدار الله وفي كرب وبلاء قد طعنوا، وأتته سيوف الغدر وقد بقي المقدام له المحن، وأتاه السهم الغادر قد حمل البغضاء به شحنوا. قتلوك وليتي كنت فداك حسين وأنت بنا الأمن. قتلوا آل المختار ألا قبحا لهم قبحا يزنوا. بكت الأكوان وقد شهدت قتل الأبرار وقد طعنوا. يا ويل القاتل من يوم ستذل رؤوس أو تهن. يا رب فشكوانا شكوى محترق يجذبه الحزن. فانفطر القلب لقصتهم وانسكب الدمع فلا يزن. يا رب فبلغنا نزلا بجنان فيها لا نهن. وارزقنا رفقة سيدنا والآل وصحبا ما غبنوا. ذهب بشائر إلى ذلك الخبيث المجرم عبيد الله بن زياد بمقتل الحسين ابن بنت رسول الله، ومقتل ثلة طاهرة طيبة مباركة. قتل مع الحسين رضي الله تعالى عنه عليه من الله السلام ثلة طاهرة من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عليه من الله السلام أبو بكر وعثمان، وقتل من أبناء الحسين أيضا أبو بكر وعمر وعثمان، وقتل أيضا من أبناء الحسن أبو بكر وعمر، وقتل أيضا من أبناء علي جعفر والعباس وعبد الله القاسم
ومن أبناء عقيل بن أبي طالب أيضا. لكن فكروا في هذه الأسماء المباركة، انظر العلاقة الوطيدة بين آل البيت عليهم السلام.